عمرك سألت نفسك ليه في رمضان بتيجي لحظات تكون تخليك تواجه حاجات كنت هربان منها طول السنة؟ أصعب لحظة في رمضان مش الجوع، أصعب لحظة لما تبقى لوحدك قدام نفسك. انت مش جعان أكل، انت جعان حاجة تانية. رمضان مش شهر مثالي، رمضان شهر مواجهة. رمضان مش بيغيرك، رمضان بيكشفك. في ناس في رمضان بتتحسن وناس بتتعب أكتر. ليه؟ رمضان مش شهر مثالي، هو مراية بيكشفك، بيكشف صبرك الحقيقي، بيكشف علاقتك بربنا لما الدنيا تهدى، بيكشف انك بتجري من ايه طول السنة. لما تبطل اكل بتكتشف انك مش جعان اكل، انت جعان امان، جعان اهتمام، جعان طبطب. ولما تبطل ضوضاء، الأفكار اللي كنت بتهرب منها بتطلع. رمضان مش اختبار جوع، ده اختبار صدق. مش مهم ختمت القرآن كم مرة، المهم قلبك اتغير قد ايه. رمضان مش جاي يصلح حياتك، هو جاي يقولك بص لنفسك بصدق ولسه عندك فرصة. رمضان مش مجرد صيام عن الأكل والشرب، رمضان صيام عن الهروب، صيام عن التشتت، صيام عن الضوضاء اللي مخبية جروحنا. في رمضان بنواجه نفسنا بدون مسكنات، عشان كده في ناس بترتاح وفي ناس بتحس بثقل. فطرت على ايه؟ هو ده سؤال رمضان الحقيقي. لكن قلبك لسه متعلق بايه؟ هو ده أصل الحكاية. وما تنساش تشترك ليصلك كل جديد في قناتنا.